مساء الخير. النهارده معاكم حلقه جديده من سلسله حلقات انواع الشركات. النهارده هنتكلم عن شركات المساهمه، وهي تعتبر نوع من انواع شركات الاموال، وتعتبر هي الشركه الوحيده اللي راس مالها بيتقسم الى اسهم متساويه القيمه وكمان قابله للتداول، ولازم يكون راس مالها ما يقلش عن 250 الف جنيه. لو حصل ديون على الشركه بيتم الاحتجاز على اموال الشركه وعلى كل شريك على حسب حصته، مش على اموال الشخصيه. ولو حصل افلاس للشركه ده مش معناه افلاس للشركه. وطبعا اسم الشركه بيكون مستمد من طبيعه نشاط الشركه. اللي بيبقى مسؤول عن الشركه هو مجلس اداره الشركه، ويبقى هو خاضع للجمعيه العموميه، ودي لازم تتعقد مره كل سنه على الاقل. الشركات المساهمه نوعين: شركه مساهمه خاصه او منغلقه، وشركه مساهمه منفتحه او عامه. والفرق بينهم ان الشركه الخاصه او المنغلقه ما بيكونش فيها اكتتاب، وبيكون منغلقه بس على الشركه بتاعتها. اما شركه المساهمه العامه ودي بتبقى فاتحه مجال للاكتتاب للحصص بتاعتها في السوق عشان خاطر تستقبل شركه جديده. وعشان تعرفوا انواع جديده من الشركات استنونا في الحلقات الجايه.